علاوي هذا شنو؟ علاوي هذا شنو؟ ما اعرف انا ليش بعد من البصراواني لو انت. هاي المصموطة البصراوية. لا هذا مجففيه ماما، هذا سمك مجففيه، شوفه يابس، يسموها أكلة مصموطة، أكلة بالسمك يسموها مصموطة. بس هم اخرين العين والهاي هم لا ماما هاي يابسة العين حتى مساء الخير لكل المتابعين. اليوم جولتنا شوية مختلفة، راح أخذكم وياي العلوة أو محل بيع الأسماك البحرية حتى نشتري سمك ونسوي وياكم أطيب سمك أو خريزة والزبيدي. بس قبل لا نبدي نجهز الغداء راح أخذكم بهاي الجولة السريعة حتى تشوفون أنواع الأسماك، وصورت لكم همينة الأسعار، فخليكم بهاي الجولة السريعة، وراها راح نرجع للبيت ونجهز السمك وننظفه ونبدي نقلي. يلا ابقوا لنهاية الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك وتفعيل جرس الإشعارات. هذا وين تلقينا عندنا؟ ما عندنا. اي ما عندي شغل كله نعم اكو عندنا فما شيء ما اكو عنده يجوز. نعم هذا ما باخلي مقشع خشب. هذا مال تمن وذاك اعتقد مال وذاك حتى قلي. اي قال هذا قال وهذا للتمن. ويت من ناعم. اي هذا ناعم يجي مكشف. خشن مكتوب بس هذا شنو؟ ويلي 18. هل قد عليك هذا ما يخرف هيك مطرو؟ ثلج. ما بذاك الثلج. جو حلو. شنو اسمه؟ زبيدي. شو شكل؟ ليش يختلف عن الزبيدي؟ شنو؟ هذا عليه شوي ما يشوف. 40. 40 ما تريد. لا مو بهالدرجة، نص كيلو، واحدة نص كيلو. ربع كيلو. اي يجوز 2. هاك 2. لو ناخذ هو من هذا اذا ما بيع ضام علاوي، هذا الناعم. طيب والله. أبو الهيل 3 ونص و5. هذا لقط لو هيك يشيل ويخلي لك، اذا لقط بيه. اكو اخشن من هذا. 8 ما شوانا بخمسة. هذا سفياح. شنو هذا؟ هذا 12. هذا شنو ابو حيدر؟ هذا بيع حاج خشن يعني. هذا ابو الهيل في ديش 3 كيلوات ونص ب5000. ابو الهيل مو ينحى 3 ونص 5. كيلو ونص. سبحان الله الذي خلق الاسم. سبحان الله. ايش خبراتها؟ خبراتها. هي كلها سمك بزعانف. ماما وخر. حاطين هنا ماي على هاي شوية صغيرة. شنو هو؟ مين هذا؟ يرجع بس لو جاء زيارة وسطانية. تكتبوا زيارة وسطانية. هاي ايوه هاي فتحوا له من الصوت.
وهسه رجعنا للبيت وراح نبدي نقشر السمك وننظفه. مثل ما تشوفون خذنا هذا النوع الأول الزبيدي بس يصير ناعم، طبعا كلش طيب ولحمته كلش طيبة. وخذنا النوع الثاني اللي هو الحرش أو أبو خريزة، همينة راح نسويهم سوية. بس أول شي راح ننظفهم ونغسلهم كل زين ونملحهم. يلا ابقوا لنهاية الفيديو وشوفوا الطريقة بالتفصيل. هذا بطن زين. شوفها مثلا شعفاية يكون وردية حمضة، يعني هسه هذا هم قديم تقريبا مو جديد جديد. زين ما ادري شلون يقدر يسوي المهنة هذا. شو الناس ومن بعد ما نظفناه كل زين وفتحنا بطنه ونظفناه وقشرناه وغسلناه، راح نبدي نحضر الخلطة اللي حتى نجهزه. نقلي طحين، شوية طحين ورشة ملح
وشوية كركم بس. مثل ما تشوفون هاي حضرناها حتى نغمس بيه السمك قبل لا نقلي، وأكيد ملحناه وراح نبدي نغطيه بهاي الخلطة اللي سويناه، الطحين والكركم وشوية ملح، ونبدي نقليه مثل ما تشوفون بهذا الشكل. كل ما تكون نار هادئة كل ما يكون أطيب ومقسب ومقرمش ومستوي من كل الجهات. هسه راح نقلي وياكم حتى يكون عندنا جاهز، وبنفس الوقت راح نسوي وياه تمن أحمر، وراح نسوي وياه الصلصة الحمراء بالطماطة والمعجون. ابقوا للنهاية وشوفوا باقي التفاصيل مثل ما قلت لكم راح نجهز ويا صلصة حمراء ويا التمن ويا السمك. الصلصة الحمراء هي عبارة عن كمية زينة من البصل نثرمها ونحمسها كل زين، ووراها راح نقطع همينة الطماطة ونحمسها وياه. بس في البداية جهزنا البصل وقطعناه وثرمناه بهذا الشكل، وراح نبدي نخليه يحمس، وراها نجهز الطماطة همينة نثرمها ونجهزها حتى نخلي فوقات البصل ننتظرها لحد ما تتسبك، نخلي فوقاتها معجون وشوية بهارات وفلفل أسود ونومي بصرة، وتصير عندنا صلصة حمراء طيبة ويا التمن الأبيض ويا السمك الحرش أو أبو خريزة دائما هيجي نوكل ويكون طعمهم هذا الثلاثي كلش طيب. هنا بدينا غيرنا أول شيء الزيت بين ذاك القديم اللي قلينا بالنوع الأول اللي هو أبو خريزة، كملنا مثل ما تشوفون وغيرنا الزيت، وبدينا نقلي النوع الثاني اللي هو زبيدي هم يعني يكون ناعم بس طعمه كلش طيب. بدينا نقلي ونجهزه، ومثل ما تشوفون البصل على النار بدينا نحمسه ونجهزه حتى نكمل باقي مكونات الصلصة الحمراء. هنا تقريبا صار عندنا الصلصة الحمراء سبكت وتقريبا صارت عندنا جاهزة وكاملة. وهنا أنا بديت أطبخ التمن. طبعا أنا هنا بس سويت التمن والباقي الشغلات سواها أبو حسوني عاشت إيده. طبعا هو يعني تحضير السمك يعني درجة أولى، كان شوي أو مثل هيجي قلي هذا السمك الناعم. المهم أنا طبخت التمن والصلصة صارت جاهزة، وهذا السمك اللي يخبل طعمه همينة صار جاهز وقليناه، وحبيت همينة اشتهينا وياه البصل الأخضر. وجهز عندنا أطيب غدا وسهمكم العافية.